الشيء الآخر اللي حبيت أنني نكلمكم عليه المتعلق طبعا إخوتي الكرام بقضية مسعد بولس. طيب، زرت الجزائر أكثر من مرة، هل بدأت تقبل مندرجات القرار بما فيها خطة الحكم الذاتي المغربية أساس للحل؟ هلا أول شيء بالنسبة للجزائر، طبعا الجزائر اليوم هي شريك للولايات المتحدة، ونحن عم نأسس لشراكة حقيقية إن شاء الله للمدى الطويل. ومثل ما بنعرف من سنة تماما تم توقيع اتفاق دفاعي وأمني بين الولايات المتحدة والجزائر، فهذا كانت خطوة أولى إيجابية جدا ومهمة. وكان هناك عدد من الزيارات مثل ما تفضلت، فنحن نشكر طبعا موقف الرئيس تبون وفريق عمله، ولا سيما وزير الخارجية عطاف على موقفهم المساند للولايات المتحدة والمساند لموضوع إيجاد حل يلقى للصحراء، يلقى قبول لدى الطرفين. تشارك كمراقب أو طرف؟ هلا هي بالمبدأ طبعا هن مراقبين، لا يعني الجزائر وموريتانيا ما بيدخلوا بتفاصيل أي نقاش، ولكن هن طبعا داعمين لهذا المسار، داعمين لمسار التفاوضي، داعمين لمسار إيجاد حل مقبول لدى الطرفين. هل الرباط قدمت تعديلات على خطة الحكم الذاتي في اللقاءات الأخيرة؟ لا يمكننا الدخول بهذه التفاصيل أو بأي شيء مقدم أو غير مقدم. يعني نحن هذا الموضوع نتركه للأخوة المغربيين، هن ملكهم هذا الموضوع، فيهم يقرروا بالوقت المناسب إذا حابين يعلنوا عن موضوع معين أو عن تفاصيل معينة. إذن هناك العديد من الكلمات المفتاحية اللي لازم علينا أننا نشفروها ونتحدثوا عليها. بالمناسبة نبدوها بالعلاقات الجزائرية الأمريكية. يعني لما يطرح الصحفي هذا السؤال فيما يخص الجزائر، هل تقبلت فكرة الحكم الذاتي؟ ونشاهد على أن مسعد بولس يجيب بكل يعني مصداقية على أن الآن الجزائر هي واحد الشريك مهم جدا في المنطقة، ومنذ سنة لدينا العديد من الملفات، خاصة الملفات الأمنية والتعاون، وأمريكا ترى للبعد، يعني ماشي الآن، ترى البعد، فهي تعلم المبادئ الجزائرية وتعلم ما هي القرارات التي يجب أن تتخذ من طرف الولايات المتحدة الأمريكية، طبعا في واحد السياق اللي يكون عادل حتى يتعلق الأمر بقضية الصحراء الغربية، وكذلك يخدم الشرعية الدولية. هذا أول شيء. الشيء الثاني، لما يطرح السؤال هل الجزائر عبارة عن طرف في النزاع، هذه واحد الإجابة العديد من المحللين اللي مراركة، يعني مشتقات السلوبي وإلى آخره، والمروكي اللي بغى يسبر روحه وقال بولس مباشرة. حتى بولس المرة الأخيرة عندما قال الأطراف، نعم مجموعة من الأطراف، لديك طرفين اللي هما المروك والبوليزاريو طرفين النزاع، لديك طرفين آخرين اللي هما أطراف اللي هما ملاحظين طبعا على هذا القضية وعلى هذا اللقاء. طبعا فالحديث عن الجزائر على أنها ملاحظ، الجزائر تلاحظ فقط، يعني بدون أنها تضغط أو تدرك أو أي شيء، تلاحظ وتسعى من أن يكون هنالك حل يرضي الطرفين. كان هنالك كذلك سؤال، وهذا السؤال مهم متعلق بالمروك، هل في لقاءات مدريد كان هنالك تقديم من طرف أو تقديم تغيير من طرف المروك لمقترح الحكم الذاتي؟ في الحقيقة كان هنالك ارتباك من طرف مسعد في الإجابة على العديد من الأسئلة، لكن هذا هو أولها. ويقول بعظمة لسانه نترك المغاربة، هم من يعلمون متى يأتي الوقت المناسب على أنهم يصلحون، مما يدل على أن هذه اللقاءات وهذه الموائد المستديرة اللي تندار في الخفاء لن تجدي نفعا، لأن بكل اختصار عندما تتحدث على طرفين في النزاع، عندك المروك وعندك بوليزاريو، هذا أول شهادة للعالم. علاش نقول للعالم؟ لأن الآن من يحاول على أنه ينظر أمام هذا العالم اللي هي الولايات المتحدة الأمريكية. حتى قضية إخوتنا الصحراويين اللي موجودة منذ سنوات في الأمم المتحدة ومعروفة وتناقش على مستوى الأمم المتحدة، كان العديد من الشعوب ما يعرفوش هذه القضية، لكن الآن من يقود هذه المفاوضات هي الولايات المتحدة الأمريكية، طبعا تحت الغطاء نتاع الأمم المتحدة، يعني يشمل الأطروحة المخزنية وكذلك يشمل تقرير المصير حتى وإن شمل الأطروحة المخزنية.
وما تنساش على أن يقول لك رضا الطرفين، هذه واحد النقطة مهمة. إذا كاين واحد الرسالة إعلامية إذا صح القول، وهذا ديجا انتصار. الشيء الثاني نلتمسوا على أن لما يكون هذا الحديث ويتحدث على نزاع ورضا الطرفين وإلى آخره، مما يدل على أن هنالك إقليمين منفصلين، وهنالك مفاوضات لازم تندار، وهنالك كذلك قبول للطرفين لأي مقترح كان، وهنالك من يخفي التعديلات التي تمت في هذا المقترح، ونترك له الوقت لكي يصارح شعبه ويصارح ويتحدثوا عليها المراركة مباشرة. لأن حتى لو كان هذا اللقاء يعني له ثمار لتخدم المصلحة المخزنية، لهم الإعلام يتحدث بدون أن يكونوا لقاءات، فما بالك لو كان هنالك فائدة. راح شفنا على أن وزير الخارجية بوغيطا يتحدث بفرحة وكل شيء بكل سرور، كما من تحدثوا قال لك سالينا وإلى آخره، وخرج محمد السادس يحكي الكلاكسونات والمقالات وإلى آخره، وخلاص يعني كملنا من هذا الفيلم. إذا قلنا على أنه واحد الاعتراف على أن كاين هنالك يعني نزاع في المنطقة. الشيء الثاني رضا الطرفين. رضا الطرفين، قضية تقرير المصير التي لم يرضى بها يوم من الأيام المراركة ولا الجانب المخزني، اليوم يرضى بها، واليوم يجلس أمام جبهة البوليزاريو وينتظر ماذا سوف تقرر جبهة البوليزاريو مهما عرض عليها ومهما عدل. ففي الأخير تلتمس على أن حتى بولس في المقطع، لأنه كان في 25 ساعة، يقول واحد الكلمة، قال على أن الأجل ما راحش يكون للأبد، يعني هي واحد المدة راح يتحدث في هذا الأمر، وعلى حسب أنا ما أراه وكل شيء راح يبقى مع الوقت، هو أن هذا القضية راح ترجع لنقطة البداية اللي هي الاستفتاء، راح ترجع إلى الأمم المتحدة ونفس النقطة نتاع البداية اللي بدات، لأن هؤلاء الطرفين ما راحش يلحقوا إلى نتيجة. لو كان عندنا الأطروحة أو ما يسمى بقرار 27-97 اللي كان يخدم الأطروحة المخزنية اللي هي الحكم الذاتي وإلى آخره، راه الطرف الثاني اللي هو جبهة البوليزاريو لن يرضوا بهذا، فلهم حق في تقرير المصير حتى وإن كان هذا الأطروحة هي الحكم الذاتي. إذا ما درنا والو، إذا بدون رضا هذا الطرف ما نوصلوا حتى نتيجة. فباش نوصلوا للنتيجة لازم يكون توافق بين الطرفين. الشيء الثاني، كاين هنالك تبرئة الذمة للعديد من الظلم اللي تلقيناه في هذه أكثر من 50 سنة على أن الجزائر طرفا في النزاع. هذه الجزائر مثل موريتانيا، الجزائر طرف عضو ملاحظ، طرف في هذه القضية كملاحظ، تلاحظ، تنظر، تستمع. هذا يقول لك المروكي علاش الجزائر؟ نعم، الجزائر دولة إقليمية في المنطقة، أكيد لازم الجزائر تنظر، وجنبا جنب ليكم أو غير. إذن كي نتحدث خوتي على القضية الصحراوية بصفة عامة، اللي كانت واحد القضية ربما ما يسمعوش عليها كل الناس، والقضية اللي فاتت بعديد من المراحل وحققت العديد من الإنجازات. لا يعني باش تعرفوا على أن هذه القضية قضية تقرير مصير، وهي قضية حقة للشعب، له الحق أن يعيش في أرضه المستعمرة من طرف المخزن. كالعديد شفنا العديد من المرات مثلا المحاكم الأوروبية يعني يكون هنالك معاقبة للمخزن، وكذلك إلغاء اتفاقيات في العديد من المرات متعلقة بالصيد والفلاحة وإلى آخره. إذن كاين انتصارات يحققها الشعب الصحراوي بواحد الشكل تسلسلي، لكن نقطة الاستقلال لربما تكون بعيدة نوعا ما، لكن نقطة ما يسمى بالحكم الذاتي فهي نقطة فاشلة نهائيا، فهي أطروحة فاشلة لن يصل إليها المخزن حتى وإن وش دار يعني. إذن أنا راني تكلمت عليها المرة اللي فاتت وقلت على أن الجانب المخزني كلا الطعم. الغرض من تغريدة نتاع دونالد ترامب اللي كانت تسمى بمغربية الصحراء كانت تخدم الكيان الصهيوني أكثر. كان الغرض هو الاعتراف، لأن الولايات المتحدة الأمريكية على طاولتها مجموعة من الملفات تعلم جيدا يعني نقاط القوة نقاط الضعف العديد من الدول، وكل دولة كيفاش تلعب معها. فمن بين نقاط الضعف هي هذه القضية الموجودة في المروك يعني. فكان هنالك تطبيع، فالتطبيع هذا فات بالعديد من المراحل حتى تجدر، يعني حتى فاق أنه يصبح تطبيع، حتى أصبح عندنا كما أن عندنا نسخة طبقا للأصل بالكيان الصهيوني موجودة
كجار. الآن باش ما نعيشوش المروكي في الصدمة، ونقولها مباشرة، على أننا راح نولوا نقطة البداية، وهي قضية الاستفتاء والقضية تحل في الأمم المتحدة، ربما يكون نوع من الصدمة. مش راح يكون هنالك حقن شعبي إذا صح القول، غضب شعبي. يعني ما الفائدة من أننا طبعنا لأننا ما وصلناش للأهداف أو للمساومة آنذاك وفقا للتغريدة نتاع ترامب. لكن الوقت راح يبين لكم، وهي كلها قضية وقت، ما عندهاش بزاف. لا تعتقدوا على أنها سنة سنتين راح نعيشوا في نفس الحديث ما قاله مسعد، لا، هي عبارة عن شهر شهرين راح تشوف على أن الولايات المتحدة الأمريكية لم يعد لها ولا أي دخل في هذه القضية نهائيا، وترجع القضية للأمم المتحدة. المراكة صبر، أنك العديد مرات تقول أمريكا والجزائر، أنت تتحدث على الولايات المتحدة الأمريكية، يعني حتى بلسان مستشار ترامب يقولها مباشرة: نحن هنا من أجل فكرة كذا وكذا، ويجب على الطرف البوليزاريو أنه يضم الصف، والجزائر كذا. لا، ما كانش كاين يعني ارتباك في الحديث، كاين هنالك أسرار لازم أنها تكشف للجانب المخزني، لأن نتحدث على الشعب وما حتى الحكومة على بالها بالشيء اللي كاين. لكن كلها قضية وقت، وراح تشوفوا نولوا نقطة البداية، وراح تبدو غير العيب، راح تبدو ذيك العزلة على مستوى العالم العربي والإسلامي بنفس الوقت، جراء التطبيع والخسائر والفدائح والأموال ومليار دولار لمجلس السلم وإلى آخره وكل هذه الأمور. إذن هذه قضية لا تستحق الحديث أصلا. نقدروا نخلوها المرار كي يصبروا بها يعني بعضهم كل مرة، وأجي تشوفوا سالينا ونعود ما ساليناش، عود سالينا وعود ما ساليناش وإلى آخره. إذن لما تحدثنا قبيل على الموضوع اللي يخص يعني النشاط الدبلوماسي اللي تمارسه الجزائر في السنوات الأخيرة ودورها في الساحل، وكذلك كيفاش قدرت تفرض شروطها على الجانب الفرنسي اللي اليوم جاي في واحد اللقاء استعجالي لأنه يشوف التأثير الدبلوماسي الجزائري على المنطقة. مش حابين يخسروا الجزائر. الآن راح نعيشوا ثمار التصعيد والضرب بيد من حديد ضد فرنسا، وكلها قضية وقت وراح تشوفوها.